النهاردة جاية أكلمكم عن أهم 3 حاجات تعملوها في اسكندرية. الحقيقة هي مش أهم 3 حاجات لأن اسكندرية فيها حاجات كتير لازم تعملوها، بس ده هيكون الجزء الأول لسلسلة أهم حاجات تعملوها في اسكندرية، فما تنسوش تعملوا اشتراك وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا جديدنا أول بأول. اسكندرية ما غلطوش لما قالوا عليها عروس البحر الأبيض المتوسط. اسكندرية كانت عاصمة مصر ل1000 سنة، هي مدينة بتجمع بين التاريخ والثقافة والجمال. بس قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا أحب أعرفكم بنفسي. أنا شروق، بقدم محتوى عن السياحة والسفر جوه مصر وبره مصر والفنادق وأسعارها وأهم مميزاتها وعيوبها، فلو عايزين تسألوا أي سؤال اكتبوا تحت في التعليقات وأنا هرد عليكم، وما تنسوش تعملوا لايك واشتراك للقناة علشان يوصلكوا جديدنا أول بأول. ويلا بينا نبدأ. أول حاجة لازم تعملوها إنكم تصحوا بدري علشان تبدأوا اليوم كده من أوله. هتنزلوا تتمشوا على الكورنيش وتستمتعوا بجمال وأجواء البحر الصبح بدري. التمشية على الكورنيش بتكون حلوة قوي الصبح بدري أو وقت الغروب، فطبعا تقدروا تعملوا الاتنين أو تشوفوا هتظبطوا يومكم ازاي. كمان كورنيش اسكندرية بيتميز إنه بيمتد على طول البحر الأحمر، بيكون المشي عليه ممتع جدا. خلصنا بقى مشي، يلا نروح نفطر. قدامكم اكتر من مكان تقدروا تروحوه. اسكندرية بجد مليانة اماكن ومطاعم وكافيهات على البحر على طول، والفيو بتاعها خطير، فلازم تاخدوا فطاركم كده على البحر. تقدروا تاخدوا الفطار كده على البحر، على كورنيش، تقعدوا قعدة بسيطة وتشتروا الفطار بتاعكم وتقعدوا، او تقدروا تروحوا اي مكان او اي كافيه تقعدوا فيه. في طبعا اكتر من مكان، في اماكن زي جليم باي او زووك او كازينو الشاطبي او ويفز. في حاجات كتير قوي حلوة، ودي بتكون على البحر على طول، انت بتكون حرفيا في قلب البحر. كمان لو عايزين تجربة فطار مميزة كده وفريدة من نوعها، في مكان قديم وتراثي جدا فتقدروا تروحوه، وهو اسمه تريانو. آه، كمان لو عايزين تجربة فطار مميزة كده وفريدة من نوعها، في مكان قديم وتراثي جدا تقدروا تروحوه اسمه تريانو. المكان ده هنزل لكم ليه فيديو لوحده هتشوفوه طبعا لما تعملوا اشتراك للقناة. وايا كان المكان اللي هتختاروه فهتكونوا مبسوطين جدا لان الفيو واحد، انت قدامك البحر من كل مكان، والقعدة بتكون رايقة جدا، قاعدة تفصلك من اي دوشة او توتر. افطر بقى براحتك وخد مشروبك واستمتع بالجمال اللي انت شايفه قدامك. وطبعا زي ما قلت لكم انتوا قدامكم اختيارين، انكم ممكن تقعدوا في اي مكان من الاماكن اللي على البحر، وممكن تجيبوا فطار تكاوي من اي مطعم وتقعدوا على الكورنيش قاعدة بسيطة جدا، بتكون القعدة لذيذة جدا. وطبعا بالنسبة للأماكن اللي أنا قلتها لكم زي جليم باي أو زووك أو الشاطبي أو ويفز أو كل الأماكن دي، أنا لسه هنزل لكم عنها فيديوهات بالتفصيل. وما ينفعش طبعا تكونوا وصلتوا معايا لغاية هنا وتكونوا نسيتوا تعملوا لايك وشير مع أصحابكم واشتراك للقناة علشان يوصلكوا جديدنا أول بأول. فطرنا وشربنا وقعدنا قعدة رايقة في أجمل وقت، وهو وقت الصبح. بعدها بقى تقدروا تروحوا مكتبة الإسكندرية، ودي طبعا ما ينفعش أبدا تروحوا اسكندرية من غير ما تروحوها. مكتبة الإسكندرية هي أول وأقدم وأهم مكتبة عامة اتعرفت في التاريخ. هي الحقيقة تحفة معمارية من بره، ومن جوه صرح وخيال. هتنبهروا لما تدخلوها وتشوفوا مساحتها وشكلها من جوه. كمان سقف المكتبة صمم بطريقة ان هو يدخل الضوء بس من غير اشعة الشمس علشان طبعا ما تبوظش الكتب. كمان تقدروا من خلال التيكت اللي انتوا بتقطعوه من بره تدخلوا متحف الشهيد انور السادات، وبيكون المتحف بيحتوي على ادواته الشخصية والبدلة اللي تم اغتياله فيها. كمان في هناك متحف الآثار، بس طبعا بيكون برسوم زيادة. في هناك أكتر من متحف. كمان بالنسبة للناس اللي بتحب تروح تقرأ هناك أو تذاكر، فالمكان بيتميز بالهدوء التام، فعلشان كده أي حد يروح لازم يحافظ على الهدوء ده. المكتبة طبعا بتحتوي على متاحف كتير ومعارض وآثار، فيها أكتر من متحف زي متحف المخطوطات اللي فيه مخطوطات مكتوبة بخط الإيد لعلماء غيروا مجرى التاريخ. كمان في متحف آثار فيه أكتر من 1000 قطعة أثرية، ده غير آلات الطباعة المتعددة اللي اتوجدت عبر العصور. في كمان ستار باب الكعبة لعام 1830. المكتبة بتحتوي على تماثيل لأعظم الشخصيات المصرية،
هتلاقوا المكتبة فيها حاجات كتير جدا هتنبهروا لما تدخلوها. كمان المكتبة مكان مثالي جدا للي عايز يذاكر أو يشتغل أو يقرأ، فمش هتلاقوا مكان مثالي أكتر من كده. أنا كده يعتبر قلت شوية معلومات عن المكتبة، بس ده طبعا مش كل حاجة عن مكتبة الإسكندرية. المكتبة عبارة عن 11 دور، منهم 4 أدوار تحت الأرض، فمكتبة الإسكندرية محتاجة فيديو لوحدها وأوريكم كل حاجة بالتفصيل جوه المكتبة. فانتظروا فيديو جديد لمكتبة الإسكندرية قريب، وما تنسوش تفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا جديدنا أول بأول. خلصنا جولتنا بمكتبة الإسكندرية، يلا بينا بقى نطلع على شارع فؤاد، أقدم شوارع اسكندرية. المشي في شارع فؤاد من أجمل الحاجات اللي لازم تعملوها لما تروحوا اسكندرية. شارع فؤاد من أقدم الشوارع في اسكندرية، واللي بيمتد تاريخه للعصر البطلمي. الشارع ده مشهور بعماراته التراثية اللي بتجمع بين الطراز اليوناني والإيطالي. طول ما انت ماشي هتكون مستمتع جدا بشكل المباني. الشارع ده ليه جو خاص كده، حاجة ميكس بين الأصالة والحداثة، تحس انك ماشي في متحف. كمان الشارع فيه معالم تاريخية زي المتحف اليوناني الروماني ودار الأوبرا وسينمات قديمة. الشارع كمان ده كان مقر للأدباء والشعراء. هو شارع راقي جدا وهتستمتعوا بالمشي فيه جدا جدا. طبعا اليوم كده لسه مخلصش معانا. روحوا بقى تغدوا أكلة سمك كده من الأكلات المشهورة في اسكندرية. في أماكن كتير بتقدم أكلات سمك حلوة قوي. وبعدين تقدروا بقى تستمتعوا بوقت الغروب على الكورنيش وتقضوا يومكم. طبعا مش لازم تمشوا في يومكم بنفس الترتيب اللي انا قلتلكوا عليه. تقدروا تروحوا شارع فؤاد الصبح بدري، تتمشوا فيه، التمشية بتكون حلوة جدا، وتفطروا هناك في اماكن هناك للفطار كويسة جدا. لو عايزين تسألوا اي سؤال اكتبوا تحت في التعليقات وانا هرد عليكم. لو عايزين تستفسروا عن اي مكان او اي مطاعم معينة انا هرد عليكم. كمان تقدروا بعد ما تخلصوا تمشية الصبح في شارع فؤاد وتفطروا وتروحوا المكتبة، وبعدين تروحوا تقضوا وقت الغروب على الكورنيش او في اي مكان من اللي انا قلتهم. ده زي ما قلتلكوا كان الجزء الاول لاهم حاجات تعملوها في اسكندرية. انتظروا باقي الاجزاء، لسه في حاجات تانية كتير تتعمل في اسكندرية. فما تنسوش تعملوا اشتراك ولايك وشير مع اصحابكم علشان يوصل لاكبر عدد من الناس. ولو عايزين تسألوا أي سؤال في مجال السياحة فتقدروا تسألوا وأنا هرد عليكم. ولو انتوا بتشوفوني دلوقتي من برا مصر فلازم لما تيجوا مصر لازم تزوروا اسكندرية علشان هتتبسطوا جدا فيها. اسكندرية من أجمل الأماكن اللي موجودة في مصر. كمان هتلاقوا على القناة فيديوهات كتير للسياحة وأهم حاجات تعملوها في المدن السياحية الموجودة في مصر زي دهب والغردقة وشرم الشيخ. وكمان أفضل الفنادق وأهم مميزاتها وعيوبها. فما تنسوش تشوفوا الفيديوهات اللي موجودة. وعاوزة بقى ألفت نظركم لحاجة مهمة جدا جدا، إن احنا هنا عندنا في قناة فكرة وسفرية بتكلم فيها عن السياحة والسفر، سواء سياحة داخلية أو خارجية، وأفضل الرحلات اللي ممكن تعملوها في مصر سواء بحر أبيض أو بحر أحمر، وترشيحات الفنادق وأفضل الرحلات وأماكن الخروج. فلو مهتمين بالمحتوى ده وبتحبوا السفر ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا جديدنا أول بأول. ولو الفيديو عجبكم اعملوا لايك ومشاركة علشان يوصل لأكبر عدد من الناس. ولو عندكم أي تعليق على الفيديو أحب أعرف آرائكم في الكومنتس. ولو عندكم أي سؤال بخصوص السياحة والسفر سيبولي تعليقاتكم وأنا هرد عليكم. وباي باي.